الصراحة عجبني جدا مسلسل الإمام الشافعي، عجبني وجوده، عجبني النقد والاختلافات اللي عليه، عجبتني كمان الأخطاء اللي حصلت. إن الأحمق يعيش ليأكل، الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش، والمؤمن يعيش ليعبد الله. لأنه لولا وجودها ما كناش عرفنا الصح. بسبب الأخطاء والترندات اللي حصلت واللي بقولك عليها دي، مستثار عندي أو حبيت أعرف بجد مين هو الإمام الشافعي، لكن من الكتب. اسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. مش ملاحظ حاجة؟ نسب الإمام الشافعي متصل بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عمه. اتولد سنة 150 هجرية الموافق 767 ميلادية في غزة، ويقال في اليمن ويقال في عسقلان، لكن الأقرب غزة. اتولد يتيم في حجر أمه وفقير كمان، لدرجة إن أمه ما كانش معاها حاجة تديها للمعلم عشان يحفظه. الامام الشافعي حفظ القرآن وهو عنده 7 سنين، وحفظ الموطأ كامل وهو عنده 10 سنين. فضل ينتقل من مكان للتاني، اماكن يستقصد فيها اكابر العلماء، لغايه لما وصل للامام مالك بن انس. في سن ال20 كان الشافعي عنده اصول العلوم، بليغ في اللسان العربي، فصيح واديب وصاحب حديث. رخص ليه الفتوى في سن مبكر جدا بسبب كميه العلوم اللي حصلها دي. كان بيقيم ثلث الليل، ولما يمر على آية فيها رحمة سأل الله لنفسه وللمسلمين والمؤمنين جميعا، ولما يمر على آية فيها عذاب سأل الله النجاة لنفسه وللمؤمنين جميعا برضه. أخيرا وليس أخيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم. فالإمام أحمد بن حنبل بيقول: نظرت في أول 100 سنة فإذا هو رجل من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 100 الثانية فإذا هو محمد بن إدريس الشافعي. فهمتني ليه يا صديقي قلت في أول الفيديو عجبني وجود مسلسل الإمام الشافعي؟ لأنه لولا وجود الخطأ مش هتعرف الصح، لولا وجود الجهل مش هتتعلم العلم، لولا الظلام ما كناش عرفنا قيمة النور. سلام. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.